دي حاجة 13 خالص. اللي متابع مسلسل عمر افندي اكيد سمع الجملة دي حاجة 13 خالص. طب ايه اساس الجملة دي وجاية منين ومعناها ايه؟ تعال اقول لك. زمان ولما كنت تروح تشتري جاتوه في حاجة اسمها دستة، والدستة عشان تبقى عارف 12 قطعة. فالراجل اللي واقف يقول لك دي حاجه 13 خالص. يعني ايه؟ يعني انت بس مش هتاخد الدسته، ده انت هتاخد حته زياده فوق الدسته، يعني فيما معناه الحلو وزياده. ده حتى السوشيال ميديا اتقلبت، ولاعيبه الكوره والانديه الانجليزيه زي ليفربول ومانشستر سيتي بتنزل لعيبتها وصوره صلاح ويكتب لك دي حاجه 13 خالص. برضو زمان كان في جمل كتير مشهوره، تعال اقول لك على شويه منهم. الزم محلك يا سيدنا الافندي، ودي معناها خليك في حالك يا معلم. ممنون طبعا، يعني متشكر جدا. وفي برضه ده استقبال فالصو يا هانم، وده معناه استقبالك بارد مش استقبال حار كده اللي هو تحتاني. اوعى تكون مستاء يا سيدنا الافندي، ودي معناها ما تزعلش معلش يعني. دي بعض الجمل زمان، بس في اختبار صغير ليك. قول لي انت بقى في الكومنتات يعني ايه زفة الانجليزي في العش.